اني لا محقق ولا عندي خبرة بالتحقيق، بس عنده شوية عقل، قلت خل استخدم شوية من عنده مو هواية. بهاي المنطقة اكو مكان اسمه الشريان الكعبري، بالانجليزي يسموه radial artery. وشغلة هذا الشريان انه يمد الايد بالدم، معناته من اكو دم نقدر نحركها، نقدر نستخدمها بشكل طبيعي. اذا صار قطع بسيط بهذا الشريان ورا دقيقة دقيقتين راح يغمى عليه وافطس اذا ما لحقوا لي. انتبهوا، اني قلت شق بسيط مو هيجي. اما هذا الشق اللي شفتوه بصورة قدامكم هو شق جدا عميق، باين الاوتار من عنده وحتى العظم هم مبين. وكمية الدم والنزيف اللي راح تطلع من ايدي كمية مو قليلة كلش، كمية تكون كافية انه تموتني ورا دقيقة واقل. بس اني قوي كلش سبع شقيت على اليد وبعدين كمشت الشق شقيت بيه، وكان اجيب نفس الايد بالدقة المضبوطة وشقيت نفس الشق اخو بالضبط. فنان اني ماكو قوة عندي خارقة اني. وراح يفكر واحد يقول زين على السريع، هي ادري مثلا اني ما عندي احساس، ايدي يعني فولاذيه، يعني هسه انا اذا ضربت هاي الضربه على كيف ايدي شويه ما اقدر احركها، ناهيك عن شق بهالطول بهالعمق بهالغمج هذا، هل راح تكون عندي القدره انه استخدم الايد هاي نفسها واجيب دقه الشق نفس الدقه؟ الجواب يمكن بالتعليقات، كتبوا انتم انا ما عليه. وطلعت بعض الاقاويل ما ادري صحتها صح ولا غلط، انه على اساس اني شقيت اعضاء التناسليه وعشيت بها قطن. السؤال اللي راح يدور بعقلي وبعقلكم، هو اني شقيت بالبدايه المنطقه هاي لو شقيت ايديناتي، لو شقيت ايديناتي وادي على المنطقه، وهاي كل الحكي هذا ايش راد؟ اقل شيء يعني راد له 3 دقائق. وقلت لكم اني اذا شق بسيط 3 دقائق اذا ما نلحق له نفطس. ناهيك عن هذا الشق شفتوه العميق كلش. حتى تكمل المهزله، بعد ما خلصت كل شيء ذكرت لكم اياه، كتبت على باب الحمام اريد الله. يعني هسه اني تعالوا شوي، شرياناتي اثنيناتهم متقطعات ومحشو قلاقيل قطن والدم كله قاعد ينزف من ايدي، وقاعد اكتب اريد الله، الف يا را دا بعدين الف لام ها. هاي يعني كلها تقريبا اخذت من عندي ما يقارب كتابة هاي الشيء، رغم انه تعبان ومنهك بسبب انه قطعا شراييني. كتبت على هاي الحائط اريد الله. والام ما قاعد تبكي لان بنتها توفت وانتحرت، ضايجه وصلفه بحجه شنو؟ واللي يحكي على ابني هذا الكلام ويحكي على بنتي معناته جاي يمس بنتي. خاله انتي بنتك توفت، انت المفروض تفكيرك هذا ما يكون على هيك شيء، يكون على بنتك وبس، لان بنتك حبيبتك مو بزونه، حتى لو بزونه ممكن انه شخص يبكي على البزونه. هنا نور ستارز قاعد تبكي على كلب، مدري على بزونه، ما اعرف على شنو قاعد تبكي هنا. انتهت بعد ما تحس كلب مدري بزونه ما اعرف ما ادري شنو. مو بتها الكلام كله يمكم، انا بعد ما احكي ولا اتكلم لان تعبت بصراحه، صار 3 ايام ما دا يشتغل عقلي، وقف.